طبعا نادي الزمالك النهارده طالع بيتكلم على تلميحات ان هو ممكن يلعب ماتش فاركو. الفكره يا جماعه، بس مش موضوع هلعب ماتش فاركو ولا مش هلعبه. هو الموضوع كله كان ان الزمالك لو خدنا بالنا عنده فترات كتير موقوفه بسبب انه عليه فلوس بره كتير. فدي كانت وسيله ضغط على الدوله وعلى وزير الشباب وعلى اتحاد الكوره ان هو يساعد نادي الزمالك ماديا. لما ما لقاش منها فايده قال لك هيبقى موت وخراب ديار. لو خدنا بالنا الفترات اللي فاتت كان كل ما يطلع ايقاف قيد للزمالك يتاخر يوم او يومين عبال اتحاد الكوره يعلن عنه. في نفس اليوم اللي حصل فيه التاتش بين الزمالك واتحاد الكوره في ماتش القمه، وخلاص ان الزمالك قرر ان هو مش هيلعب الماتش والموضوع منتهي وطلع البيان. طلع في نفس اليوم مساعد فيريرا، الغرامه بتاعته ممكن تكون مبلغ ملوش لازمه، بس الغرامه دي ادت لوقف القيد.